أهلا وسهلا بكم في كورس جديد بعنوان الاقتصاد لأصحاب ال SME. واجهت قبل كده مشاكل في فهم الأرقام الاقتصادية؟ إيه اللغة اللي النشرات الاقتصادية بتتكلم بيها؟ إيه هي القرارات المختلفة وتأثيرها على حياتك؟ الحقيقة إن المعرفة الاقتصادية هي أداة قوية جدا. خلال الكورس ده أنا أوعدك إن أنت تبقى قادر على فهم البيئة الاقتصادية، قادر على فهم جميع مصادر المعلومات اللي بتجيلك، وإزاي تترجمها لقرارات متعلقة بيك وبشغلك. وفي النهاية هيبقى عندك مجموعة من الأدوات اللي تقدر تستخدمها علشان تحسن قراراتك المالية الشخصية وقراراتك المالية المتعلقة بشغلك أو البيزنس بتاعك، وتقدر إن أنت تحقق السعادة الاقتصادية. النهاردة هنتكلم على الاقتصاد وعلاقته بقرارات الشغل وقرارات الحياة. الحقيقة إن احتمال كان زمان موضوع الاقتصاد بعيد عن حياتنا، مع قرارات اقتصادية ملهاش تأثير مباشر على حياتنا، لكن مؤخرا مع التغيرات السريعة جدا في التكنولوجيا وفي نفس الوقت التغيرات الاقتصادية المتسارعة بقى في تأثير كبير على حياتنا. مين فينا يعني ما تأثرش بعملية تخفيض الجنيه؟ مين فينا في منطقة الخليج ما تأثرش بفرض ضريبة القيمة المضافة أو الفات؟ المعرفة الاقتصادية قوة. حد من صحابي قبل ما يحصل عملية تعويم الجنيه زي ما بتسمى إعلاميا، قبلها بحوالي 3 شهور ابتدى يحول معظم أصوله من الجنيه المصري للدولار الأمريكي، وفجأة يحصل التعويم ومكاسب طبعا اللي أخدوا القرار ده. فالناس سألته أنت عرفت منين؟ قال لهم دي المرة الثالثة اللي يحصل الموضوع ده في الاقتصاد المصري. فالحقيقة المعرفة الاقتصادية أصبحت قوة بتديلك القدرة على إن أنت تاخد القرارات المالية المتعلقة بحياتك، وقوة كمان متعلقة بقرارات الشغل. إحنا هنتكلم في الكورس بتاعنا على الاقتصاد الكلي. الاقتصاد بشكل عام مقسوم لجزئين: الاقتصاد الجزئي واللي بيتكلم على أجزاء من الاقتصاد، والاقتصاد الكلي واللي بيتكلم على الصورة الكلية للاقتصاد. إحنا هنا هنركز على الاقتصاد الكلي، والحقيقة إن إحنا في كل جزء هنحاول نقول الجزء ده إزاي إن أنت ترجمه للقرارات فيما يتعلق بالشغل وبالحياة بشكل عام. عندنا 3 أسئلة أساسية بيسألها علم الاقتصاد الكلي أو الماكرو إيكونومكس. العلم علشان يكون علم لازم يجاوب على أسئلة، فدي ال3 أسئلة الأساسية اللي بيحاول علم الاقتصاد الكلي إنه يجاوب عليها. وال3 أسئلة دول أنت لازم تبقى على علم بالمشتملات بتاعتهم وإيه اللي بيقع تحتهم. السؤال الأولاني بيسأل إيه اللي بيحدد مستويات المعيشة. في عندنا دول فقيرة ودول غنية، إزاي بنحدد إذا كانت الدولة ديت غنية ولا الدولة ديت فقيرة؟ عن طريق حاجة اسمها GDP أو متوسط دخل الفرد. واحد من الأسئلة الأساسية اللي بيحاول يجاوب عليها الاقتصاد الكلي هو ليه في دول فقيرة ودول غنية؟ ليه في مناطق في بعض الدول غنية مقارنة بمناطق تانية فقيرة؟ الفرع ده اسمه اقتصاديات التنمية، تكلفة المعيشة. في بعض الأحيان بتلاقي إحصائيات ظريفة كده بتقول لك مثلا إن أغلى مدينة في العالم المدينة الأعلى أسعارا في العالم، واللي هي طوكيو، وساعات بتكون لندن ونيويورك، يعني هما بيتبادلوا الأماكن. فالاقتصاد الحقيقة مش مهتم أوي بفكرة السعر، هو مهتم بعملية التغير في الأسعار. هل الأسعار بتزيد ولا الأسعار بتقل؟ وده اللي بنسميه في علم الاقتصاد التضخم. إيه اللي بيحرك التضخم؟ إيه اللي بيخلي الأسعار تزيد؟ وإيه اللي بيخلي الأسعار تقل؟ وده السؤال التاني للاقتصاد الكلي. السؤال التالت وهو السؤال الأصعب: ليه بيحصل ups and downs في الاقتصاد؟ يعني صعود وهبوط، تذبذب يعني في بعض الفترات بتلاقي إن في تسارع في النشاط الاقتصادي، المبيعات عمالة تزيد، السوق ظريف، والشركات بتعمل أرباح وفي وظائف. وفي بعض الفترات التانية بتلاقي إن في هبوط في النشاط الاقتصادي، ركود موجود بيحصل من وقت للتاني، صعود وهبوط، ودي بنسميها الدورة الاقتصادية. وفي الكورس بتاعنا هنجاوب على ال3 أسئلة أساسية اللي بيسألها الاقتصاد الكلي. والسؤال الأول: إيه اللي بيحدد مستوى المعيشة؟ بنحددها عن طريق مستوى دخل الفرد، أو بصورة أكثر دقة عن طريق ما يعرف بالGDP أو الناتج المحلي الإجمالي، وده الرقم الأهم في الاقتصاد. زي ما الرقم الأهم بالنسبة للشركات هو رقم المبيعات، واللي غالبا لما نيجي نعمل نسب مالية بننسب معظم الحاجات ديت لصافي المبيعات. فالGDP هو الرقم الاقتصادي الأساسي اللي بننسب ليه في الكثير من الأحيان معظم المؤشرات الاقتصادية أو الكثير من المؤشرات الاقتصادية. تعال بقى نتكلم عن إيه هو الGDP وإزاي بيتقاس وإيه أهميته أصلا. الGDP الحقيقة هو عبارة إن أنا بحط النتائج بتاعة الدولة زي ما بحط النتائج بتاعة الشركات. هو عبارة عن إجمالي الإنتاج بتاع الدولة خلال فترة زمنية معينة، فهو عبارة عن الماركت فاليو أو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية معينة. والقيمة السوقية يعني أنا ما بحسبش بسعر الجملة ولا بسعر التكلفة، أنا بحسب بسعر المستهلك النهائي. يعني حضرتك لو رحت ماكدونالدز هاخد آخر رقم في الريسيت وهو ده اللي هحطه جوه الGDP. طيب بحسب قيمة إيه؟ كل السلع والخدمات، ومش لازم تكون سلعة ملموسة، ممكن تكون خدمة. لو حضرتك رايح لدكتور أو لمحامي برضه هيخش جوه الGDP كل السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، وماليش دعوة بجنسية المنتج.
فلو منتج أمريكي مصنعه في مصر برضه هيدخل معايا. أما لو منتج مصري وموجود في أمريكا هيخش إنتاج المصنع بتاعه داخل الجي دي بي الأمريكي. غالبا الجي دي بي بيتحسب كل ربع سنة أو كل سنة. وتعالوا نشوف كده مع بعض مثال على الجي دي بي وإزاي بيتحسب. في دولة معينة بتنتج تفاح وفي نفس الوقت بتقدم خدمة الحلاقة، فلما قسنا لقينا الكمية اللي بينتجها من التفاح 1000 طن، وبيعملوا 2000 خدمة لعملاء عايزين يصففوا شعرهم أو يحلقوا شعرهم. طيب إزاي نحسب الجي دي بي؟ سألنا هو الماركت برايس أو سعر السوق للسلع والخدمات إيه؟ فعرفنا إن طن التفاح ب $100 وخدمة الحلاقة ب $8. هنضرب الرقمين في بعض ونجمعهم، هيطلع معانا الجي دي بي، واللي هو كميات كل السلع والخدمات مضروبة في أسعارها السوقية ومجموعها يبقى هو ده الناتج المحلي الإجمالي. لما أقسمه على عدد السكان هيطلع معايا متوسط دخل الفرد. وتعالوا مع بعض نشوف خريطة بتورينا تقسيمة القوة الاقتصادية في العالم، وده طبعا على حسب الجي دي بي. فطبعا في الكرة الكبيرة ديت الكرة الأرضية بتاعتنا متقسمة على حسب كل دولة أو دول أساسية نسبتها قد إيه في الجي دي بي العالمي أو في الإنتاج العالمي. طبعا على رأس الكرة هي الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي، يليها الصين ب 15%، وعندنا ألمانيا والهند في المركز الثالث. دول اللاعبين الأساسيين. وهنلاقي برضه دول ذو شأن برضه في القصة دي زي اليابان والبرازيل وإندونيسيا، وهنلاقي مصر موجودة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. أتمنى أكون قدرت أوصل لك يعني إيه جي دي بي. هنكتفي بأول فيديو في الكورس لحد هنا. لو مهتم تتابع باقي الكورس يا ريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وده علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن بجد ده بيشجعنا نكمل. السلام عليكم.